السلام عليكم. مهم جدا لأي ممثل لسه مبتدئ، لسه داخل مجال التمثيل جديد. والنصايح دي برضو مش هيبقى على مجال التمثيل بس، لا، على أي مجال بأي شكل من الأشكال. ولكن احنا بنتكلم في التمثيل لأن إيه؟ ده مجالنا. أي حد لسه داخل مجال التمثيل جديد لازم 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 تشتغل الحاجة صح وتتعلم الحاجة صح، عشان لو اتعلمت الحاجة من البداية خالص غلط هتعاني معاناة جبارة جدا، ممكن توصل لسنين عشان تغير الحاجة الغلط دي للحاجة الصح. مثلا اللغة العربية، لو انت في اللغة العربية اتعلمت غلط صدقني هتاخد وقت كبير جدا 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 عشان تتعلم اللغة العربية الصح. فكرة ان انت تشتغل في العروض الكويسة، لو انت في البداية اشتغلت في اي حاجة ويلا اي حاجة وشايف ان دي كويسة، عقبال ما توصل لمرحلة تختار فيها العروض بشكل صح هتاخد وقت كبير جدا، وعقبال ما تتعلم الموضوع ده هتاخد معاناة كبيرة جدا. فانت من الاول تعرف ازاي اختار العرض الصح، المخرج الصح، والنص الصح، والخ الخ الخ اي حاجة ايا ما يكن. لازم في الاول تتعلم الاول عنها، عشان خاطر لو اتعلمت غلط او لو عملت الحاجة دي غلط هتاخد وقت كبير بتعملها غلط، وهتاخد وقت اكبر عشان تصحح الغلط ده للصح. خد ده على اي حاجة ايا ما يكن. وبس كده، لو حد اي عنده استشارة او عنده اي حاجة هسيب لينك الفيسبوك بتاعي تحت، ادخل اسألني على طول. بس كده، اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.